الشيء، وفهمنا من هذا أن الأمر يتعلق بأوامر من النيابة، كون النيابة قدمت تبريرات وهي تقول أن الأمر أمني ويخص عدم يعني القاعة ضيقة، في حين أن هذا الشيء غير معقول، لأن القاعة كانت شبه فارغة، كان فيها حوالي 10 أو 15 شخص. وانتم يعني هذا الانسحاب ما راح يزيد في معاناة المسجونين ظلما يعني تعسفا السيد بالقاسم خنشة وزملائه؟ هي لا طائلة أصلا، لا طائلة من المحاكمات الصورية والشكلية، واللي يكون نشعر فيها نحن كدفاع ويشعر فيها حتى المتهمين في كثير من الأحيان أن يعني القرارات والأحكام اتخذت قبل الجلسة، ويتم فقط ترتيب مسرحية لإعلان الحكم. هذا ما نشعر به. لماذا؟ لأننا في كل مرة نثير دفوع شكلية أو نثير أركان الجنح اللي راهم متبعين بها، مثلا خاصة في قضايا التجمهر، في كل مرة نقول باللي أركان جريمة التجمهر غير متوفرة، إلا وأن القضاء يحكم رغم ذلك بإدانة المتهمين وبحبسهم. الآن القطرة التي أفاضت الكأس أصبح يعني حتى مبادئ يعني بسيطة جدا للمحاكمة العادلة، وهي المحاكمة العلنية، الجلسة العلنية، أصبحت يعني تنتهك جهارا نهارا وبدون أي خجل وبدون أي حياء. ما معنى أن يأتي المواطنين باش يوقفوا بطريقة حضارية ماسكين لافتات أمام المجلس ويمنعون ويعتقلون؟ ما معنى هذا؟ ثم يتابعون بتهمة التجمهر، وأضافوا لهم الآن تهمة محاولة التأثير على القضاء قبل صدور الحكم أو القرار. هذا يعتبر تعسف في استعمال السلطة، وهذا يثبت أن القضاء غير مستقل، ومن المفروض أن يحاكم الأشخاص الذين يؤثرون على استقلالية القضاء بإحكام مادة 147، وليس المواطنين الذين يقفون أمام الملأ وأمام كاميرات التلفزيون وأمام الصحافة ليطالبوا بعدالة مستقلة ويطالبوا بتطبيق القانون وبرفع الحجر على المواطنين. ليس هؤلاء هم الذين يتابعون بمحاولة التأثير على العدالة، ولكن الأشخاص الذين نشعر أنهم يؤثرون فعلا على قرارات القضاة، بما أن كل القضايا اللي يتم فيها متابعة المواطنين بتهمة التجمهر الغير مسلح أو حتى التجمهر المسلح كلها بدون أي استثناء تصدر فيها أحكام وقرارات بالإدانة. نفس الشيء بالنسبة للإضرابات، بما أن كل حركة إضرابية تعلن إلا ويتم الحكم في محاكم غير مختصة وهي المحاكم الإدارية، خرقا لأحكام المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تقول أن الجهة المختصة الوحيدة للفصل في القضايا المتعلقة بالإضراب هي الأقسام الاجتماعية في المحاكم العادية. خرقا لهذا المبدأ ترفع قضايا استعجالية أمام المحاكم الإدارية ويطالب فيها بالنطق بعدم شرعية الإضراب، وكل القضايا تنتهي بعدم شرعية الإضراب. وهذا دليل على أن هناك ضغط وتوجيه للقضاء من جهات خارج السلطة القضائية. هل قابلتهم يا أستاذ؟ هل يعني بالقاسم خنشة وزملائه هل التقيتهم؟ يعني كيف أوضاعهم الصحية الآن؟ شفناهم وبادلناهم التحية من بعيد. شخصيا أنا بادلني الأخ خنشة التحية وبدلت التحية من بعيد، ورسم ابتسامة وبين أن يعني معنوياتهم المعنويات يعني تاعو مرتفعة جدا، وبل صرح لي أننا قالنا لو انسحبتم نحن نتمسك بالدفاع وسنصبر على هذا الشيء، لأن هذا جزء من النضال. هذا هل هم تصريحات. وقفوا إضرابهم عن الطعام أم ما زالوا مستمرين؟ في علمي أنا ما عنديش معلومات إذا كان وقفوا، ولكن طيب الهيئة تاعهم عائلاتهم، هل عائلاتهم يعني عندهم معنوياتهم راهي مرتفعة أم راهم ما متأثرين؟ تلاقيناش العائلات نتاعهم، لأنهم لأنه الشرطة طردتهم. حسب تصريحات بعض يعني الزملاء حتى العائلات منعوا من الدخول إلى آه. حرم المجلس. الآن أصبح يعني المجلس
يعني يشتغل كهيئة إدارية وليس كهيئة قضائية. والكلمة اللي مكتوبة في الحكم باسم الشعب الجزائري أصبحت عندها ما أسقطت اليوم في هذه المحاكمة. يعني ما أصبحش عندها معنى كبير، لأن عامة الشعب الجزائري ممنوع من الدخول إلى قاعة المحاكمات، وأصبحنا نشاهد محاكمات صورية، ونقولها صورية مغلقة غير عادلة. يصير ظروف. ماذا تعتقدون يعني ظروف المحاكمة العادلة غير متوفرة. ماذا تعتقدون يعني من خلال هذه التصرفات اللي ظهرت اليوم؟ يعني هل الإدارة أو السلطة يعني حبت توجه رسالة يعني للنشطاء، أو ماذا تعتقد؟ لا، يعني أنا أعتقد أن السلطة تجاوزتها كل الأحداث، وهي بمثل هذه التصرفات تتهور وتعتقد أن تشديد القبضة وغلق كل منافذ التعبير عن الرأي بطريقة سلمية وتجريم أي حركة احتجاجية، تعتقد أن بذلك ستكبح جماح المجتمع وستمنع الناس من التعبير الحر عن رأيهم. وأعتقد كذلك أنها مخطئة في هذا التصور. هل ستلجؤون يعني إلى منظمات دولية أو إلى تدويل القضية أو إلى يعني إجراءات أخرى إذا استمرت الأمور بهذا الشكل؟ يعني هذه أمور ستدرس على مستوى الهيئات تاع كل منظمة اللي ينتمي لها كل شخص. بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سنفتح ملف، ديجا وعدنا ملف تاع حقوق الدفاع مطروح، وسنضيف إلى هذا الملف حادثة اليوم والحادثة اللي صارت في مجلس قضاء الجزائر. نذكر أن محامي تم الاعتداء عليه من طرف الشرطة في حرم مجلس قضاء الجزائر، ويعني تم توقيفه في حرم المجلس وإيداعه السجن. ويعني ممكن هذا الخبر هذا مشاو وسمعوه الناس. كل هذه الأمور سنضعها في ملف حقوق الدفاع بصفة عامة، وسيتم دراستها في هيئات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ألا وهي المكتب الوطني والمجلس الوطني، وسنتخذ الإجراءات المناسبة حسب أهمية الموضوع. شكرا أستاذ دبوس. العفو. بارك الله فيك.